السلام عليكم، يعطيكم العافية. امبارح صورت معاكم البصل الأخضر، فاليوم إن شاء الله بدي أعمله وصفة حاجة اسمها عندنا وصفة تراثية اسمها العوايص، أو بتقدروا تقولوا فطير البصل الأخضر. وصفة تحفة رائعة. كم البصل الأخضر اللي بده يكون فيها بتكون كمية محترمة يعني. الآن البصل نقيته وغسلته وبدي أقطعه. أطور فيه خالص. وهيك البصل بعد ما قطعته بدي اعمل معاه زي ما بعمل بالسبانخ، امرته. برش ملح بالشكل هذا، وبدي اشتغل بايدي. هيك تمام. الان عندي الطحين، بدي انزل عليه البصل اللي مرقته. المكون الاساسي في الوصفه هذه او اللي بيعطي طعم مميز الفلفل الاحمر اللي احنا مشهورين فيه. بتضيفي حسب كيف انتوا بتحبوا يعني الحرقه تاعته. ملح، كمان الكمون، وحبيبنا اللي ملناش غنى عنه زيت الزيتون. وعندي هنا مية بدي استخدم حسب ما تكون عندي عجينة. اول اشي بدي اخلط المكونات هذه مع بعض، بعدين اصير اضيف المية شوية شوية. الان بعد ما خلطت كل المكونات بالطحين بدي اضيف المية شوية شوية واخلط. المهم تكون عندي عجينة اقدر اتعامل معها. المية بدها تكون بحرارة المكان، او اذا بتعمليها دافية الاثنين بيمشي. هو عويص، يعني هو هيك اسمه عوايص لانه عويص بدون خميرة. ما استهلكتش مية كتير شايفين، لانه العجينة البصل ممروط فبنزل مية منه، وعندي كمان زيت الزيتون فهم بتحتاجيش يعني مية كتير. عندي هنا صينية دهناها بزيت الزيتون، حصير اقطع العجينة قطع زي الخبز، كأنك بتعملي عجين خبز بالشكل هذا. طبعا انت القرص تعمليه حسب الحجم اللي انت بدك اياه. هذا الحجم مناسب، ممكن اصغر ممكن اكبر حسب رغبتك. هيك بعد ما قطعتهم، في شغله نسيت احكي لكم اياها. لما العجينه تعجنوها اما بتخلوها ترتاح نص ساعه وتشتغلوا فيها مباشره، في الحالتين بيمشي الحال. الان نيجي لفكره الفرد. اما كمان بتفردوها بزيت زيتون بتبسطوها بايديكم، او زي ما بدي اعمل بطحين، يعني الحالتين بيمشي. بدي ارش طحين وافردها بالشوبك. وهيك بعد ما فردته نيجي لكيف بدنا نخبزه. عندك 3 خيارات للخبيز. اما تفرديه بصواني وبالفرن تخبزيه بالفرن، او تخبزيه بقلاية على الغاز، او رقم 3 بطنجرة الخبز تبعتنا اللي بنعرفها. بدي اورجيكم منظره بعد ما خبزته. تحفة بصراحة،
من أطيب الفطاير اللي ممكن تعملوها، العوايص أو الغلايس أو فطير البصل الأخضر، روعة. شوفوا